سفير السيارات الكهربائيه في مصر. فلوس شبكه مراتي خدتها سقطت بيها مكنه. قال لي عشان تتعلم على العربيه نقل كبيره، نقل دبابه. وبعد كده كنت زيك بقى زينا كلنا ناس طبيعيه راكب بنزين لحد ما اتشقلب حالي. بس انا مواطن مصري اول ما اركب عربيه كهرباء على الله حكايته. كنت مستلمها 46 كيلو او 36 كيلو براند نيو، مرجعها 4900 مش عارفه كام. نزلت يا باشا قعدت زي المجنن بدور على عربيه كهرباء مش لاقي. انا زبون جاهز جاي ادفع، فانا اقعد جوه العربيه هطلع اجربها اخد بيها لفه عجبتني هديك فلوس وهمشي. ادائها فضل زي ما هو في سنتين ونص. فرحت فاتح التليفون بصوا يا جماعه العربيه بتشحن ازاي، والفيديو بالطول ولا بطلع انام بتشحن 500 كيلو والعربيه مش عارف 210 حصان. جاي سايق من مصر للاردن واحنا اصلا جايين بالطياره وقلقانين ما نوصلش. فاهم ايه اللي في البنزين احسن من الكهرباء حتى يومنا هذا؟ الميزه في البنزين لحد دلوقتي ان انا ادور امشي اقف 5 دقايق افول العربيه واكمل 10000 كيلو. غاز قوي لما اروح اشوف عربيه كهرباء ومحطوط السباك شيت بتاعها واجي عايز اعرف هي كام حصان فلاقي يكتب لي كيلو وات، بقوم بمشي. تشجع فكره ان العربيه الكهرباء ما بقتش سياره ثانيه، انت عادي انك تبقى عربيتك الاولى. بسمع دايما ان BYD هم دلوقتي المتصدرين في الكهرباء، هل هو ده فعلا حقيقي ولا لا؟ الناس عماله تقول عربيات الكهرباء سيتي كار سيتي كار سيتي كار. حبيتش الموضوع في البحرين قوي.